السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل شغل النهاردة في الكورس بتاع الكمبيوتر فيجن. هنكمل على اللي احنا أخدناه قبل كده. هناخد توبك نيورال نتوركس، هناخد introduction to neural networks، وبعد كده هنعرف الاكتيفيشن فانكشن، اللوس فانكشن، ونعرف يعني ايه ديب نيورال نتورك. يلا بينا نبتدي. ماشي. يعني ايه نيورال نتورك؟ النيورال نتورك دي هي نتورك اوف units called neurons. طيب يعني ايه نيورون؟ النيورون ده هو البيزك بلوك اللي بيكون نيورال نتورك، ويبقى مكون من ويتس، وبيبقى عبارة عن mathematical calculation. ودي اليونت بنسميها يونت او نود او بيرسبترون. طيب يبقى النيورون ده بيبقى عنده ويتس وانبوتس، وده بيبقى اليونت بتاع النيورال نتورك. طيب حلو جدا. ماشي، يبقى احنا عندنا انبوتس ودي الداتا اللي بتخش على النيورونز. تمام. ويبقى عندنا ويتس، والويتس دي اللي هي الفاليوز اللي احنا بنستخدمها في الماثيماتيكال كالكوليشن بتاع النيورون. بعدين حاجة اسمها بايس، دي بتبقى زي كونستانت بنقاله. ويبقى عندنا حاجة اسمها اكتيفيشن فانكشن، دي بتبقى فانكشن بتintroduce non linearity. والديب نيورال نتورك هي نيورال نتورك بس بتبقى مكونة من multiple layers. طيب اللي انت قلته ده كله حاجة conceptual. طيب انا عايز اشوف الكلام ده practical. طيب لو بصينا على الرسمة اللي قدامنا دي كده نيورون. نيورون مكونة من inputs ل x1 لغاية xn، دول الانبوتس بتوعنا. الانبوتس دولت كل انبوت فيهم بيتملتبلاي بويت، يعني كل انبوت ليه ويت، وفي الاخر بنعمل سميشن ليه مع بايس. يعني الايكويشن بتاعتنا بتكون x1 w1 بلس x2 w2 نقط بلس b اللي هو البايس. ده كله بيساوي ايه؟ ده كله المفروض بيساوي intermediate variable هنسميه z. يبقى هنا في z. تمام. يبقى انا عندي inputs وعندي weights وعندي bias. البايس ده ايه؟ constant value، عشان نقدر نعمل shifting، لان ده في الاخر equation بتاعه straight line. فانا عشان خاطر اد constant فالstraight line ده مبقاش معدي بس بالاوريجن، اد degree of freedom فالstraight line ده يعدي في اي حتة، لازم يكون عندي constant factor. فانا كده عندي الزد ده معادلة straight line، فده linear equation. عشان introduce non linearity بقول ان y بتساوي f of z، او y بتساوي f of x1 مضروبة في w1 بلس x2 multiplied w2 وهكذا بلس b. ده الحتة دي هي linear، بس النقطة دي هي non linear. يعني الزد هو linear بس الواي non linear. ده ليه؟ ده بيقاد degrees of freedom بعد كده، لان انا عشان اعمل نيورال نتورك ما ينفعش اعتمد على ستريت لاينز بس، لان انا مهما كان عندي ستريت لاينز الكومباينيشن اوف لينير ايكويشنز بتؤدي ان احنا يكون عندنا نيو لينير ايكويشن. والنون لينياريتي هي دي اللي بتقاد على بعض عشان تديلنا الفكره بتاعت الديب نيورال نتورك، ان انا يبقى عندي كذا لاير اوف نيورونز، يعني كذا واحده من دي في نفس اللاير او جنب بعض. يعني واحده هنا، واحده هنا، واحده هنا، بنسمي دول مع بعض كده لاير. ديب نيورال نتورك هي ميني هيدن لاير، يعني كان عندي كذا لاير، عندي واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا وهكذا. مش لازم يكون نفس السايز، ممكن تكون واحدة هنا 2 نيورونز، واحدة هنا 3 نيورونز، واللي في النص مثلا 4 نيورون. تبقى دي كده اسمها ديب نيورال نتورك. طبعا هناخد الكلام ده بالتفصيل through السيشن بتاعتنا. حلو جدا، خلينا نكمل. طيب يبقى احنا قلنا ان انا عندي inputs دي اللي هي بتبقى الفيتشرز اللي داخله على النيورون بتاعتي. كل انبوت بيبقى ليه الويت بتاعه، فدي الويتس.
طبعا ممكن يكون عندي بايس، اللي هو البايس تيرم ده، ومجموع على الويتس مضروبة في الانبوتس. الام هنا هو عدد الانبوتس، ام او ان مش هتفرق. يبقى أنا عندي summation and bias الترم ده. بعد كده عندي activation هنا بحاجة بتintroduce non-linearity، زي اللي قدامنا هنا دي مثلا sin function. لو انا مثلا example عند زيرو، فلو انا اكبر من زيرو الواي بتبقى بوان، لو انا اصغر من زيرو واي بتبقى بنيجاتيف وان مثلا. وان ونيجاتيف وان مثلا example يعني، او وان وزيرو زي ما مكتوب كده، نسميها ستيب او ساين فانكشن. فيبقى المجموع بتاع دبليو اكس بلس بي لو اكبر من الزيرو، فاف اوف اكس اللي هي الواي كاب بتساوي 1، else بتساوي زيرو. وده اللي بنسميه الاوتبوت. الاوتبوت ده بنطلق عليه مصطلح prediction. ليه؟ لان ده الاوتبوت بتاع الموديل بتاعي، مش لازم يطلع صح، ده prediction. الهدف من عندنا ان احنا نترين الموديل بتاعنا بحيث ان البريدكشن يكون اقرب ما يكون للاكشوال ليبل او الاكشوال واي اللي هي الليبل بتاع الداتا بتاعتنا. ده عن طريق ايه؟ ده عن طريق ان احنا بنفاين تيون الويتس دي البارامترز بتاعتنا. طيب خلينا نكمل. ماشي. الفكرة بتاعت النيورون دي جاية من ايه؟ جاية من النيورونز اللي في مخ الانسان، اللي هي السيلز او الخلايا العصبية اللي في مخ البني ادم. دي فكرتها ان انت بيبقى عندك هنا اشارات، اشارات المخ دي بتبروباجيت، بيبقى عندك هنا زي تيرمينالز، والاشارات دي بتبروباجيت لغاية لما توصل لاخر الخلايا العصبية، وساعتها بيبتدي ياخد اكشن. بيزد على ايه؟ بيزد على شوية اشارات جاية على التيرمينالز بتاعة الخلايا العصبية او النيورون. فاكشلي هي الفكرة بتاعة النيورال نتورك هي اصلا بيزد على الخلايا العصبية بتاعة مخ الانسان. نفس الفكرة باي انالوجي، هنلاقي عندنا شوية inputs بياخدوا ويتس على حسب الامبورتنس بتاع كل input، وبعد كده بيتحصل لهم summation وبيتجمعوا على البايس، وفي الاخر بيتابلاي عليهم non-linear activation function عشان introduce non-linearity، فيطلع لنا prediction output. هو ده الانالوجي between النيورال نتوركس والبيولوجي. طيب حلو جدا. تمام. طيب خلينا ناخد اكزامبل كده عشان نفهم الموضوع مع بعض. لو انا عندي one layer neural net فيها one neuron، يبقى انا هيبقى عندي single neuron زي ما احنا شايفين كده. النيورون ده عنده two inputs x1 و x2. x1 ليها weight w1 و x2 ليها weight w2. الاتنين يتجمعوا على بعض ويطلعوا z، فانا عندي z بتساوي x1 w1 بلس x2 w2. طيب لما هاجي اعمل بلوت للزد، هلاقي ان الزد الفاليو بتاعتها بتتغير from نيجاتيف 3 to 3. يعني هنا ده x1 against x2، ودي الفاليو بتاعت الزد، الكالر زي ما بتدي الفاليو بتاعت الزد كأنها 3D dimension. فهنا مثلا عند نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 الزد بتساوي نيجاتيف 3، وعند ال1 وال1 الزد بتساوي 3. في النص بقى بتساوي فاليوز تانية، يعني هنا مثلا بتساوي 2 وهنا بتساوي 2 وهنا بتساوي 2، هنا مثلا بتساوي 1 وهنا بتساوي 1 وهنا بتساوي 1 وهنا بتساوي 1 وهنا بتساوي 1، هنا مثلا بتساوي 0 0 0 0، هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2، وهكذا. يبقى انا عندي الفاليو بتاعت الزد بتتغير في البلين بتاع x2 و x1. ليه؟ لانها في الاخر linear function في x1 و x2. طيب هاجي انا بعد كده introduce non-linearity بان انا هستعمل sign activation function، وهسميها جد سوري جي اوف زد. جي اوف زد لو الزد اكبر من زيرو هتبقى 1، اصغر من زيرو هتبقى نيجاتيف 1. تمام.
فانا هلاقي ان في الاخر اترسم ستريت لاين في الحته دي كده، كل الفاليوز دي ببوزيتيف 1 وكل الفاليوز دي بنيجاتيف 1. ده اللي احنا شايفينه هنا، ده نفس الستريت لاين، بس ده بتاع الواي. يبقى انا دي البلوت ده بتاع الزد والبلوت ده بتاع الواي. هنا الواي في الحته دي كلها ب1 بوزيتيف 1 يعني، هنا الواي الحته دي كلها بنيجاتيف 1. ده ليه؟ ده بسبب النون لينياريتي الانتروديوسد بسبب الاكتيفيشن فانكشن. يبقى انا الزد كانت عندي لينير بتزيد بشكل لينير من نيجاتيف 3 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3 بشكل لينير. بعد كده هنا بقى في نون لينياريتي، قبل الزيرو بنيجاتيف 1 وبعد الزيرو ببوزيتيف 1. وخلي بالنا الزيرو هنا هو ستريت لاين، يعني بعد الفاليو بتاعت الزد بزيرو. يعني الفاليو بتاعت الزد عند الخط ده كلها بزيرو. ليه؟ لان الزد هي فانكشن في الايه، في الاكس 1 والاكس 2. فممكن مثلا تكون دي مثلا اكزامبل يعني تكون ب 1 و1، فساعتها زد هتكون بتساوي اكس 1 بلس اكس 2 مثلا. تمام، بلس بايس مثلا لو احتاجنا بايس، بس ان جنرال هيكون الفانكشن فيه اكس 1 واكس 2 بلس البايس. فساعتها الزد هتساوي زيرو لما المعادلة بتاعت الستريت لاين دي كلها نساويها بالصفر. ساعتها هنلاقي معادلة خط مستقيم او equation of straight line. فهي دي الفكرة، ان انا الزد الفاليو بتاعته بتتغير على البلين بتاع الاكس 1 والاكس 2، والواي الفاليو بتاعتها ثابتة بعد الستريت لاين او فوق الستريت لاين الفاليو بتاعتها بوزيتيف 1، وتحت الستريت لاين الفاليو بتاعتها بنيجاتيف 1. طيب حلو جدا. ماشي. فاحنا انيشالي لو عندنا تريننج داتا عايزين نترين النيورون بتاعنا، اللي هو النيورال نتورك المكونة من سنجل نيورون، اللي هي واي بتساوي جي اللي هي الساين فانكشن اوف اكس 1 دبليو 1 بلس اكس 2 دبليو 2 بلس بايس. تمام. حلو جدا. هنأسيوم ايه؟ هنأسيوم ان اكس ان دبليو 1 ودبليو 2 هياخدوا انيشال فاليو. فانيشالي لما اخدوا انيشال فاليو ده الستريت لاين اترسم كده، فبقى اللي تحت ده نيجاتيف 1 واللي هنا بقى بوزيتيف 1. طبعا الكلاسيفيكيشن ده وحش. ليه؟ لان اكشلي في 7 ميس ماتش، في 3 هنا. احنا هنشتغل ان الساين، بص، ممكن تبقى الساين بتكلاسيفاي بين 0 and 1، وممكن تبقى بتكلاسيفاي بين نيجاتيف 1 and 1. الاكزامبل دي بين 0 and 1، فاحنا هنقول هنا 0 الناحية دي 0، الناحية دي 1، ماشي بوزيتيف 1. فهنا في 3 اتكلاسيفايوا غلط. هي المفروض الواي او الليبل بتاعهم ب1، بس انت الواي كاب بتاعك اللي انت طلعته دي هنسميها واي كاب، الواي كاب بتاعك بايه؟ بزيرو. نفس الكلام هنا، الاربعه دول الكلاسيفيكيشن بتاعهم غلط، الواي كاب هيطلع ب1 مع انهم اكشلي الواي بزيرو. فهنعمل موديفيكيشن، هنلاقي بعد ما عملنا ابديت بقى عندنا W1 داش و W2 داش اللي هي الفاليوز الجديدة بعد ما حصل ابديت. ده الستريت لاين. اكشلي البيهيفير بقى احسن، بقى عندي 4 ميس ماتش، الاتنين دول والاتنين دول. بعد كده هعمل ابديت تاني كده، دي باد فيت، الفيتنج وحش جدا، في 7 ميس ماتش. هنا اوكي يعني متوسط 4 ميس ماتش. هنا 0 ميس ماتش. ليه؟ لان عند دبليو مثلا 1 دبل داش و W2 دبل داش، اللي هي بعد ما حصل ابديت للدبليو 1 والدبليو 2 مرتين، هنلاقي الستريت لاين بيرفكتلي بيتسبريت بين الوانز والزيروز. وده اللي احنا عايزينه عملية التريننج. يبقى انت عندك تريننج داتا في الاول زي ما احنا شايفين، دي الداتا، دي الداتا سيت بتاعتنا، وعندي نيورال نت او موديل. الموديل ده ليه انيشال فاليوز للويتس او البارامترز بتاعته اللي هم دبليو 1 ودبليو 2. تمام. ساعتها هبتدي اترين الموديل عن طريق ان أنا استخدم الداتا دي، بحيث ان الموديل يقدر at some point
ان هو يقدر perfectly يسيبريت الداتا وما يبقاش فيه اي مشاكل. طيب، حلو جدا. ماشي. قعدنا نتكلم عن الاكتيفيشن فانكشن، فتعالوا نشوف ايه الانواع بتاعت الاكتيفيشن فانكشنز المختلفه. طبعا زي ما قلنا ان احنا عندنا input representation، او يعني set of features، دول اللي هو بنسميهم الاكس. تمام. وبيبقى معانا البايس assuming ان احنا عندنا اكس مثلا نود بتساوي واحد، فدولت هم الانبوتس بتاعتنا مضروبين في الويت، والاكس نود مضروبه في البايس. ده يبقى كده الانبوت ريبريزنتيشن. الاوتبوت ريبريزنتيشن هو واي كاب بتساوي جي اوف زد. طيب، الجي اوف زد دي هي دي الاكتيفيشن. ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون ساين. ساين يعني على حسب الفاليو بتاعه الزد. لو الزد اكبر من الزيرو، الجي اوف زد بواحد، او الواي كاب بواحد. لو الزد اصغر من الزيرو، يبقى الجي اوف زد بزيرو. ودي الريبريزنتيشن بتاعتها جي اوف زد against الزد. يبقى انا كده دي الرسمه بتاعت الجي اوف زد against الزد. طيب، لو انا عندي تنش نيورال نتورك، يعني ايه؟ يعني انا عندي الاكتيفيشن فانكشن هي تنش. التنش دي كنا بنريبريزنتها ازاي؟ اي باور الحاجه، يعني جي اوف زد بتساوي، لو دي تنش زد يعني هريبليس الجي بالتنش، فتنش زد بتساوي اي باور زد ماينس اي باور نيجاتيف زد اوفر اي باور زد بلس اي باور نيجاتيف زد. طيب، دي هتلاقيها لو احنا بصينا على الساين هنلاقيها هارد بتطلع كده فجأة. تمام. الاسلوب هنا بايه؟ بانفينيتي. تمام. بس لو بصينا هنا هنلاقي الدنيا سموث، بتطلع من نيجاتيف واحد لواحد، والدنيا سموث يعني ما بتطلعش هارد كده، لا في سلوب. فتكون افضل من ايه؟ من الساين فانكشن في الحتة دي. حتة ان في سلوب دي بتساعدنا جامد في التريننج، عشان في مشاكل زي اكزامبل منها الفانيشنج جريدينت ديسنت التانش بيحلها. ودي هنشوف الكلام ده قدام. طيب، في ايه تاني؟ في السيجمويد. السيجمويد ده هو بقى اكشن اللي فعلا بيحل المشكله بتاعت الساين، لان هو بيفاري من الزيرو لغايه الوان، بس مش هارد، لان الساين برضو كانت من الزيرو لغايه الوان. تمام. فهو اكشن التنش هو من نيجاتيف 1 ل 1، بس الكيرف بتاعه شبه السيجمويد، بس من نيجاتيف 1 ل 1. السيجمويد من 0 ل 1، ومش بيفاري هارد زي الساين فانكشن. وسيجمويد اوف زد بتساوي 1 اوفر 1 بلس اي باور زد. تمام. وطبعا نفس الريبريزنتيشن بتاع الانبوت هو نفس الريبريزنتيشن، نفس الريبريزنتيشن بتاع الاوتبوت هو. طيب، عندنا بعد كده اكزامبل للاكتيفيشن فانكشن اللي هي ليكي ريليو. دي بتكون عبارة عن لو الزد اكبر من الزيرو، بيكون الماكسيمم بتاع الزيرو والزد، يعني بعد الزيرو بتكون لينير. هنا السلوب بواحد، لان هو ماكسيمم الزيرو والزد، بعد الزيرو بيكون الزد، فتكون هنا ايه؟ الفاليو على طول بزد، يبقى جي اوف زد بتساوي زد. بس اقل من الزيرو الجي اوف زد بتساوي ايه؟ المينيموم بتاع الزيرو والزد، ايه مينيموم زيرو وزد. وهتلاقي السلوب بقى مايل، بس مش نفس الميلان بسبب الفاليو ديت. طبعا مينيموم زيرو زد، فالزد هيكون اقل ان الزد اصغر من الزيرو، فلما هضرب ايه فاليو صغيره، فهتبقى السلوب اقل بكتير من ال1. طبعا في نوع تاني من الريليو اللي هي بس ريليو مش ليكي ريليو، ساعتها بيكون بزيرو على طول، مش بسلوب. يعني هي بتبقى بزيرو، يعني هنا يا اما ماكس اوف زيرو اند زد، او زيرو مش ايه اوف مينيمم زيرو اند زد. ده على حسب انت شغال ريليو ولا ليكي ريليو. طبعا دول انواع كتير من الاكتيفيشن فانكشنز، وفي انواع تانية غيرهم كتير، بس دول اشهرهم. وطول ما احنا شغالين هنلاقي انواع تانية هنتعلمها، وهنستخدم دول بكثرة، يعني دول الاكثر شيوعا. وخلينا نكمل. طيب، نخش على الطريق بتاع المالتي لاير نيورال نتوركس او الديب نيورال نتوركس.
زي ما قلنا ان انا بيبقى عندي نود، دي بنسميها نيورون. النيورون بيبقى جاي لها inputs، والانبوتس دي مضروبة في ويتس. فهنا الانبوت لاير هي عبارة عن الانبوتس اللي هو اكس 1. يعني اكشلي السيركلز دي هي مش نيورونز، هما دول اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4، ودول النيورون اللي هو هنسميهم مثلا ايه زد 1 وزد 2 وهكذا. تمام. فدول النيورون بيبقى جاي اكس 1 مضروبة في دبليو 1، اكس 2 في دبليو 2، اكس 3 في دبليو سي وهكذا. هنا دي مالتي لاير او دي بلاي، لان انا عندي كمان لاير اوف نيورونز فيها سنجل نيورون اللي هي الاوتبوت، هنسميه نيورون واي او واي كاب. واي كاب بتساوي مثلا، هنغير بدل ما دي دبليو هنخليها مثلا في 1 زد 1 في 2، مثلا دي في 1 زد 1 في 2 زد 2 وهكذا. يبقى هنا الويتس بالدبليو وهنا الويتس بالفي. نخلي بالنا ان الويتس مختلفة بين نيورون، يعني هنا اكس 1 داخل على زد 1، واكس 1 داخل على زد 2، واكس 1 داخل على زد 3. فهنا هيبقى دبليو مثلا 1 1، وهنا دبليو 1 2 مثلا. ليه؟ الوان الاولانيه بتعبر انت انهي انبوت، والوان التانية بتعبر انت انهي نود انت رايح لها. هنا 1 2، هنا 1 3، هنا 1 4، هنا 1 5، اللي بعديها 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 وهكذا. بصوا النيمينج كونفنشن، في نيمينج كونفنشنز كتير ممكن نستخدم كذا واحد واحنا شغالين، بس في الاخر اهم حاجه نكون فاهمين ايه، ان الويتس بتختلف على حسب انا جاي من انهي انبوت نود ورايح لانهي هيدن نود في الهيدن لاير. ففي الاخر الاكس 1 مضروب في ويت وهو رايح لزد 1، غير الويت اللي هو رايح فيه لزد 2، غير الويت اللي هو رايح فيه لزد 3، غير الويت اللي زد 1 مضروب فيه وهو رايح للواي كاب اللي هي الاوتبوت لاير. يبقى انا جنرالي في المالتي لاير، في المالتي لاير نيورال نتورك بيبقى عندي انبوت لاير، ودي بتبقى انبوتس عاديه مش نودز. اوتبوت لاير، ودي بتكون وان نود او مالتيبل نودز على حسب انا عندي كام اوتبوت. وعندي مالتيبل هيدن لايرز او مينيمم وان هيدن لاير. فالاكزامبل قدامنا لو انا عندي مثلا انبوت ايمج او فيديو بيكسلز، فعندي لاير 1 لغايه لاير ان، ده كده ديب نيورال نتورك او مالتي نيورال نتورك. وبعد كده عندي سمبل كلاسيفاير، ده الاوتبوت لاير اللي بتطلع لي الاوبجكت كلاس بتاعي. طيب خلينا ناخد اكزامبل على الموضوع ده. لو انا عندي المالتي لاير نيورال نتورك اللي قدامنا دي فيها كام انبوت لاير؟ فكر شويه. اكيد هي واحده بس. فيها كام اوتبوت لاير؟ فيها 1 اوتبوت لاير. الاوتبوت لاير فيها كام نيورون؟ 2. فيها كام هيدن لاير؟ فيها 1 هيدن لاير. طيب عندي كام بيرسبترون او كام نيورون؟ دولت مش نيورونز، دولت الانبوتس اللي هم اكس 1 واكس 2 واكس 3. عندي كام نيورون او كام بيرسبترون؟ عندي 4 بلس 2 يبقى عندي 6، يبقى عندي 6 بيرسبترونز. طيب عندي قد ايه ويتس؟ ها، ويتس مش بايسز. عندي كل نود من دول جايه لها 3 انبوتس، فدي عندها 3 ويتس، ودي عندها 3 ويتس، دي عندها 3 ويتس، دي عندها 3 ويتس. يبقى 4 ملتبلاي 3، زائد النود دي جايه لها 4 انبوتس، فدي عندها 4 ويتس ودي عندها 4 ويتس، فدي 4 تايمز 2، فعندي 20 ويت، عندي 20 دبليو. طيب how many learnable parameter؟ ايه هما learnable parameters؟ الويتس زائد البايسز. فهو الليرنبل بارامترز بتوعنا هم 20 ويت زائد 4 بايس، لان عندي هنا بايس لكل نود من دول، و2 بايس للتو نودز دول، فيبقى التوتال 26 ليرنبل بارامتر. يبقى انا كده عرفت ازاي احدد عدد الويتس والبايسز في الموديل بتاعي، وابقى عارف عدد النيورال نتس اللي موجوده، وابقى عارف احدد عدد الهيدن لايرز، عدد الانبوت نودز، وعدد الاوتبوت نودز. طيب في عندنا
كونسبت اسمه الفولي كونكتد واللوكالي كونكتد او السبارس، او السبارسلي كونكتد. يعني ايه؟ يعني انا لو انا عندي النود بتبقى متكونكتة بكل النودز اللي في اللاير اللي قبليها. لو احنا هنقول دي الاوتبوت لاير ودي الانبوت لاير، وكل نود في دول، او حتى لو دي هيدن لاير، كل نود في دول متكونكتة بكل النودز الانبوت. لو عندي الانبوت فيه 5 فيتشرز او من x1 ل x5، فعندي هنا 5 lines connected to each one of those. ساعتها بقول عليها fully connected. يعني ايه fully connected؟ كل حاجة متوصلة بكل حاجة. طيب لو عندي الدنيا مش كده، يعني لو عندي كل نود متكونكتة بكام واحدة منهم، يعني الأولانية متكونكتة بالتلاتة دول، والأخرانية متكونكتة بس بالاتنين دول، وهكذا، دي بنسميها sparsely connected أو locally connected. locally connected يعني أنا connected بالناس اللي جنبي locally، في الحتة اللي حواليا، الناس اللي حواليا بس. ليه؟ لأن الراجل ده متكونكت بالاتنين دول بس، والراجل ده متكونكت بالتلاتة دول بس مثلا، وهكذا. ماشي، حلو جدا. ماشي. يبقى احنا قلنا المالتي لاير نيورال نتورك بتبقى شكلها عامل ازاي. عندي input representation، دول الانبوتس بتوعي ودول ما بيبقوش نيورونز. عندي output representation او output layer ودي بتبقى نيورونز. وعندي intermediate representation او intermediate layers، ودول بيبقوا زي ما احنا شايفين، ممكن تبقى single layer او multiple layers. هنا مقسومة جزئين ليه؟ لان احنا في جزء بيبقى فيه summation، في جزء بيبقى activation. فهنا ال H بتساوي G اوف السميشن بتاع كل الانبوتس مضروبين في الويتس. ف H بتساوي G اوف W1 X بلس B1. W1 X دولت ايه؟ دي ماتريكس الفيكتور بلس الفيكتور اللي هو بي، سوري، بلس السكيلر اللي هو B1. يبقى انا كده عندي، سوري، فيكتور في فيكتور. فيبقى انا عندي كده ال H بتساوي G اوف W1 X بلس B1. Y بتساوي G اوف W2 H بلس B2. طيب لو احنا قلنا ال H دوت هي سنجل نود، يعني قلنا H1 و X1، يبقى W1 دي سكيلر. لو قلنا H1 وشلنا ال 1 دي، يبقى ال W دي فيكتور. لو شلنا ال 1 دي وشلنا ال 1 دي، يبقى ال H دي فيكتور وال X دي فيكتور وال B1 ده فيكتور وال W1 دي ماتريكس. ليه؟ لأن أنا بعمل هنا ماتريكس مالتبلاي فيكتور، هيطلع لي فيكتور بلس فيكتور، فكل ده هيطلع لي في الآخر فيكتور. ماشي. والفيكتور ده ملتبلاي، انا عندي هنا الواي برضو فيكتور، ف W2 دي برضو ماتريكس. ماتريكس السايز بتاعها ايه؟ السايز بتاعها عدد الاوتبوت نودز وعدد الانبوت او الانترميديت نودز. و W1 السايز بتاعها عدد الانبوت نودز ملتبلاي عدد الانترميديت نودز. فلو دول مثلا N ودول M ودول مثلا O، فدي هتبقى N في M، ودي هتبقى مثلا M في O. فدي السايزز بتاعة ال W1 وال W2 ماتريكس. لو H1 ده فيكتور ولو Y هي فيكتور، يعني لو بدل ما اعمل الكالكوليشنز على مستوى كل نود، لا اعملها على مستوى الفيكتور بتاع الانترميديت نودز. وده اكشلي بيبقى سريع جدا على مستوى الهاردوير، بان انا ملتبلاي ماتريكس في فيكتور واد عليهم فيكتور. بيبقى اسرع بكتير من ان انا اعمل اوبريشن H1 equal G of W1 1 X1 plus B1. ده بيكون اسرع بكتير جدا، وده هنشوفه in details قدام. يبقى احنا اكشلي لما نيجي نتعامل في المالتي لاير نيورال نتورك ونبتدي نتعامل باستخدام الماتريكس مالتيبليكيشن. طيب ماشي. اول لما انتروديوس عندي المالتي لاير نيورال نتورك، زي ما شفنا في الاكزامبل الاولاني خالص، لما كان عندي سنجل نيورون كانت الدنيا عندي بتتريزنت عن طريق سنجل ستريت لاين. فاكشلي اتش 2 هنا هي كانت شبه قوي الاكزامبل الاولاني، ان اتش 2 كانت هي نفس الزد اللي كنا خدناها في الاكزامبل الاولاني. ساعتها كان في هنا ستريت لاين، وكانت هنا 1 وهنا 0 او نيجاتيف 1. تمام. هنا بقى عندي كمان H2 مش H1 بس، وبقى عندي هنا
الحتة دي بنأسيوم انها هنا 1 هنا 2 هنا 3 وهنا 0 وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. هنا دي 0 وهنا دي 3 وهنا دي النيجاتيف 3. فاكشلي بقى عندي 2 ستريت لاينز، ده اللي هو H1 و H2. بعد كده لما هنكومباينهم في الواي، تمام، اكشلي الاول هيبقى عندنا Z3. Z3 هتكون بمثابة كومباينيشن H1 و H2. يعني Z3 بتساوي H1 W1 بلس H2 W2. وخلي بالنا في W1 و W2 دولت برضو، دي هنا ماتريكس ودي هنا فيكتور. فاكشلي هيبقى Z1 W11 X1 Z2 W22 X2 ونفس الكلام. فخلينا نكتبهم احسن. هنقول ان Z1 هو كاتبها هنا في الفورم بتاعة الماتريكس، لو حبينا نفكها تبقى Z1 بتساوي W11 X1 بلس W2 سوري W ماشي 21 X2 بلس B. ماشي، هنسمي دي B1. Z2 هتساوي W2 أو هنا هتبقى 1 ماشي 1 2 X1 بلس W22 X2 بلس B. هنسمي هنا ديت هنا B11 وهنا B12. تمام. هنا 11 لأن Z1 و X1. هنا W21 عشان X2 و W1. هنا W12 عشان X1 و Z2. هنا W22 عشان X2 و Z2. هنا البايس 11 و 12 عشان خاطر اللاير هي لاير 1. تمام. نفس الكلام بالظبط هيبقى زد 3. يبقى زد 3 هي بتديبند على اتش 1 اتش 2 بس. فهتبقى زد 3 بتساوي دبليو 2 اتش اللي هي دبليو 2 1 اتش 1 بلس دبليو 2 2 اتش 2 بلس بي 2. لو خدنا بالنا ان بي 1 هنا هي بولد، فالبولد بيريبريزنت فيكتور. بي 2 هنا هي مش بولد، فهنا بتريبريزنت سكيلر. طيب، حلو جدا. فهنلاقي في الاخر زد 3 هي كومباينيشن من اتش 1 و اتش 2. لما هكومباين تو ستريت لاينز فهتلاقي التو ستريت لاينز بتوعي اترسموا بالمنظر ده. تمام. فهنلاقي الحالة الوحيدة اللي الواي فيها بوزيتيف، طبعا هنا مفيش ايكويشنز بس ده من الرسمة، ان ابقى تحت H2 وتحت H1. دي الحالة الوحيدة اللي انا ببقى فيها بوزيتيف 1. غير كده التلاتة دول بزيروز. يبقى انا بقى عندي هنا كومباينيشن من ستريت لاينز. وده اللي احنا اتفقنا عليه، ان انا لو عندي سنجل نيورون ده هيريبريزنت لي سنجل ستريت لاين لينير فانكشن. مش هقدر ريبريزنت كومبلكس فانكشنز. دلوقتي هبتدي اقدر ريبريزنت كومبلكس فانكشنز لما يبقى عندي تو نيورونز في تو لايرز. بقيت اقدر ريبريزنت كومبلكس فانكشنز زي ايه؟ زي ان انا قادر ريبريزنت جزء اكتر شويه من الربع بتاع البلان، يبقى هو ده بس اللي بوزيتيف 1 والباقي زيرو. ده عن طريق ان انا بقى عندي ستريت لاين اللي تحته بوزيتيف، فبالنسبه لنا الاتنين دول تحته. و H2 الستريت لاين ده اللي تحته برضه بوزيتيف، فدول الاتنين اللي تحته. ففين الحته اللي التقى فيها H1 H2؟ لان واي بتديبند على الاتنين هي الحته دي. بس كده. مش حلو جدا. ماشي. خلينا نخش على موضوع تاني الا وهو الكلاسيفاير. طيب، احنا كل اللي كنا بناخده بنقول ان واي هي ايه الاوتبوت، او واي كاب هو الاوتبوت والواي هو الليبل. فلو اكشن عندي صورة، الصورة دي صورة كات، صورة قطة. لو انا عايز اكلاسيفاي يا اما كات يا اما نوت كات، او ممكن اكلاسيفاي يا اما كات يا اما دوج. طب لو عايز اكلاسيفاي كذا حاجة،
الفكرة هنا لو انا هكلاسيفاي يا اما دي مثلا فيش يا اما نوت، يبقى انا عندي هنا نيورال نتورك، وعندي اف اوف اكس تساوي اف اوف ال، اوف اف ال ماينس 1، اوف مش عارف ايه، اوف كذا كذا كذا. دي كلها لايرز كتير. يبقى انا عندي اكتيفيشن فانكشن اف اوف ال، واف اوف ال ماينس 1 اكتيفيشن فانكشن الفانكشن اللي قبليها، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى دي كده كلها اللايرز بتاعتي. فانا اقدر اكلاسيفاي دي فيش اور نوت عن طريق ايه؟ عن طريق سنجل اوتبوت نيورون. طيب لو عايز اكلاسيفاي مالتيبل اوتبوت، يعني مثلا فيش او كات او دوج، يبقى لازم يكون عندي مالتيبل اوتبوت نيورونز، كل نيورون بيعبر عن كلاس منهم. طيب ده بيحتاج اكتيفيشن فانكشن مميزه شويه اسمها سوفت ماكس فانكشن. سوفت ماكس فانكشن بيبقى عندي هنا الاوتبوت لاير اللي هي نسميها الواي كاب، هي دي. وكل نود بتطلع فاليو، كل نود بتطلع فاليو، كل نود بتطلع فاليو، وهكذا. طيب انا عايز اديتكت في الاخر ايه الكلاس بتاع الاوتبوت بتاع النيورال نتورك بتاعتي. يعني انا عندي موديل عمل شويه كالكوليشنز، ودي الاوتبوت بتاعتي. موديل ده مثلا 2 لايرز، ماشي، وده الاوتبوت لاير بتاعي طلع الفاليوز دي. طيب في الاخر ايه الكلاس؟ يعني مثلا ده كلاس كات، وده دوج، وده فيش. هو اكشلي المفروض يتقال دوج. ليه؟ لان الفاليو بتاعه الاوتبوت نيورون بتاعه الدوج، لان انا قايل واي 0 هي كات لو الفاليو بتاعتها اعلى حاجه، واي 1 هي دوج لو الفاليو بتاعتها اعلى حاجه، واي 2 هي فيش لو الفاليو بتاعتها اعلى حاجه. فاعلى فاليو هنا هي الدوج. طيب السوفت ماكس اكتيفيشن فانكشن بتعمل ايه؟ بت بت يعني بتبروز الفكره دي. يعني ايه؟ بتقول بتاخد الفاليو بتاعت كل واحد فيهم، تاخده اي باور الفاليو دي اوفر السمشن بتاع اي باور الفاليو بتاعت كل واحد فيهم. كأني قلت مثلا 5.1 على المجموع بتاعهم، على المجموع بتاعهم اللي هو ايه؟ 1.3، 2.2، 5.1، وهكذا. كأني قلت ده، واللي الفاليو او النسبة بتاعته اكبر، البرسنتج بتاعته اكبر، واخد الاكثر في السمشن، يبقى هو دوت الكلاس بتاعه. يعني مثلا دي اوفر دول هتطلع مثلا 70%، فساعتها اقول ايه؟ فساعتها اقول اه بنسبة كبيرة هو دوج. طيب ليه ما بقسمش الفاليو على السمشن بتاع الفاليوز دي كلها وخلاص؟ ليه بقسم الاي او اويلر باور الفاليو دي على اويلر باور الفاليوز كلها؟ عشان الاكسبوننشال هيبلور البرسنتج، واللي واحد اللي فيهم الفاليو بتاعته اكبر من الباقيين، البرسنتج بتاعته هتزيد بشكل اكسبوننشال. زي ايه؟ زي هنا ال 5.1 قريبه جدا من ال 2.2، فاكشلي 2.2 هتبقى بتبريزنت مثلا 30%، وقريبه برضو من ال 1.3. بس اكشلي لما انا رحت عملت اي باور الفاليو، طلعت النسبه مختلفه باختلاف كبير. يعني هنا التشينج او الديفرنس لو هو linear difference اتحول لاكسبوننشال difference، فساعتها البرسنتج بتاعة الدوج بقت 90% instead of 70 او 60%. وده اللي احنا عايزين نوصل له. ان السوفت ماكس اكتيفيشن فانكشن هي سيمبل ومعتمد على فكرة ايه؟ قد ايه انا من الكل. يعني مثلا لو الكل 1000 وانا 500، يبقى انا من الكل 50%. بس هي الفكرة انها بتintroduce الاويلر اكسبوننشال ديت، فخلت الحاجة اللي هي في ما بينهم linear difference تتحول لاكسبوننشال difference، فبلورت الكلاسز اللي الفاليو ساعتها الحمد لله كبيرة. طيب حلو جدا. ماشي، فانا هنا لو عندي ده اللاست لاير او الاوتبوت لاير، فهعمل سوفت ماكس او ارج ماكس، هشوف انهي واحد فيهم اللي ليه اعلى فاليو، وهو ده النيورون اللي هيبقى كورسبوندنج للكلاس اللي هو بي ماتش. طيب حلو جدا. ماشي. طيب انا عايز احسب
قد ايه انا كنت صح او قد ايه انا كنت غلط. فهشوف الكلاس اللي انا اكسبكتيته هنا. اكسبكتيت ان هو هيبقى كلاون فيش، وهي اكشلي الواي، يبقى دي الواي بتاعتي هي كلاون فيش، والواي كاب هي كلاون فيش، بس اكشلي هنقول انها مثلا 0.9 زي ما احنا قلنا، هي 0.9 كلاون فيش. فساعتها هنحسب اللوس، هيبقى الفرق ما بينهم. ان احنا عايزين بعد كده النيورال نتورك بتاعتنا تديتكت الايمج اللي دخلت لها، اللي هي الصورة اللي احنا كنا مدخلينها دي، انها كلاون فيش بنسبة 100% اللي هي 1. فهنحسب اللوس، وده هيبقى الايرور. والايرور ده اللي بعد كده هنبتدي نستخدمه في الابديت بتاع الموديل بتاعنا. يبقى احنا هنابديت الموديل بتاعنا using اللوس او الايرور. طيب، ايه انواع اللوسز اللي موجوده عندنا؟ بالنسبه للريجريشن، الريجريشن ده زي ما قلنا هو الاوتبوت بتاعي بيكون حاجه لينير، يعني حاجه بتاخد اي فاليو، تاخد اي رينج. يعني ايه؟ يعني مثلا عامل موديل بيبريدكت البرايسز بتاعت الهاوسز في منطقه معينه، البيوت في منطقه معينه. فده ريجريشن موديل. ليه؟ لان البرايسز دي اولا لينير مش كلاسز، دي اهم حاجه. لينير ممكن تبقى ب 1000، ب 5000، ب 15000، ب 5500. فلينير فاليوز ممكن يبقى فيها كسور، فعشان كده بقول عليها ريجريشن. يبقى انا الواي بتاعي هو رقم ممكن 5000، والواي كاب ممكن يبقى 5050 جنيه مثلا. فساعتها الفرق ما بينهم هو رقم مش الكلاس، يعني مش 1 و0 و2 و3 و4. فكل رقم منهم بيريبريزنت كلاس، لا. الرقم هنا بيريبريزنت برايس، كوست، بيريبريزنت ديجري، بيريبريزنت ميجرمنت معين. طيب، فالريجريشن لو انا الموديل بتاعي هو linear regression، فساعتها بستخدم L1 loss او L2 او mean square error loss. ال L1 loss هو ال loss of y and y cap. طبعا ثيتا دي اللي هي البارامترز، اللي هي ال W وال P، بتساوي 1 over n. ده عدد ال الداتا elements في الداتا سيت بتاعتي، summation ال losses for the whole data set. وبعد كده باخد موديلس y1 minus y1 yi minus yi cap. وده ليه؟ عشان خاطر اللوس يبقى بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، فعلى طول يفضل بالبوزيتيف. المين سكوير ايرور هو نفس الفكره بالظبط، بس باخد سكوير للوس، فالفاليو بتاعته بتزيد، فيبقى الابديت اكبر لما استخدم المين سكوير ايرور او ال L2 لوس عن ال L1. لان هنا لو اللوس ب 2، هنا اللوس هيبقى 4. فمعنى كده ان انا هابديت بفاليو اكبر كل مره. طيب، ده لو انا ريجريشن، يعني عندي linear regression موديل بيستخدم في حاجة بتاخد range of values. طيب، لو انا عندي classification problem، فساعتها بيبقى عندي آه، يعني يا اما كلاس معين يا يس يا نو، او يا كات يا دوج. ممكن يبقى يس او نو، او كات ودوج مثلا. ساعتها بقول ايه؟ ساعتها بيبقى عندي سنجل اوتبوت نيورون بترجع يا واي يا واي كاب، سوري، يا اما واي كاب بزيرو يا اما واي كاب بوان. فساعتها اللوس فانكشن بتاعتنا بتبقى نفس الكلام، بس بنقول نيجاتيف 1 اوفر ان. 1 اوفر ان دي ايه؟ ده عدد الاليمنتس في الداتا سيت بتاعتي، ماشي، او عدد التريننج داتا. سمشن بقول واي 1، تمام، لوج. او هنا لو يعني انا في الداتا سيت، في اول سامبل من الداتا سيت، فبقول واي 1، لكن هي في العادي واي اي لوج واي اي كاب بلس 1 ماينس واي اي لوج 1 ماينس واي اي كاب. طيب، خلينا نشرح الترم ده والترم ده ليه. لو انا الاليمنت بتاعي دوت يعني انا الاكشوال ليبل مثلا انها فيش، تمام. يعني انا عندي موديل بيكلاسيفاي هي فيش ولا نوت فيش. فلو هي فيش يبقى يس، لو هي نوت فيش يبقى نو، يعني 1 و0. فلو هي فيش اكشولي، فالترم ده دي هتبقى ب1، ودي هتبقى ايه؟ الترم ده كله يبقى بزيرو، 1 ماينس 1 بزيرو، فالحته دي كلها هتتشطب، تمام. فساعتها دي هتبقى ب1. فساعتها اللي هيتحسب عندي لوج واي كاب اي. طيب، لو الواي كاب اي ب1،
لوج ده البيس 10، وده ب1، معنى كده ان هو كان ايه اللي هو ال1 هنا معناه ايه؟ 10 باور 0. فساعتها اللي هينزل 0، فساعتها التوتال ترم ده هيبقى برضو بزيرو. طيب كان بأي فاليو تانية؟ كان بأي فاليو تانية، احنا عارفين ان الكلاسيفيكيشن او اللوجيستيك ريجريشن اللي فاتت دي كانت لينير ريجريشن، فدي ريجريشن لوس. هنا دي لوجيستيك ريجريشن او كلاسيفيكيشن بروبلم. ساعتها هيبقى عندنا الرينج اوف فاليوز من 0 ل 1. فساعتها لو هو مش ب 1 هيبقى فاليو اقل من ال 1. فساعتها هيبقى الرقم اللي هيطلع من اللوج دوت هيبقى نيجاتيف. فعشان كده في نيجاتيف بره، ويبقى هو ده اللوس. احنا عايزين اللوس بتاعنا بالبوزيتيف، وبعد كده ابلايه زي ما هو بالبوزيتيف. طيب نفس الكلام لو انا الاكسبكتيشن بتاعتي زيرو، لو انا الاكسبكتيشن بتاعتي زيرو او الليبل بتاعي بزيرو، ال بتاعي بزيرو الليبل، ساعتها الترم ده هو اللي هيتكنسل. تمام. يبقى الترم ده هو اللي هيتكنسل ليه؟ لان واي اي بزيرو، والترم ده اللي هيبقى شغال معايا دي زيرو، 1 ماينس زيرو ب1. هاجي هنا هلاقي هنا 1 ماينس 0 لو الواي كاب اي بزيرو، يعني البريدكشن بتاعي هو الليبل، ساعتها الترم ده كله هيتكنسل برضو. تمام. لو انا ببريدكت صح الترم ده كله هيتكنسل. بس لو انا مش ببريدكت صح، هيبقى 1 ماينس رقم معين من الزيرو لل1، وبرضه هيطلع رقم بالنيجاتيف لان ده لوج بيز 10 بيز 10. وعشان كده هيطلع رقم بالنيجاتيف هابلاي عليه نيجاتيف 1. زي الاكزامبل اللي قدامنا دوت، انا هبريدكت هل هي فيك نيوز ولا نوت فيك نيوز. فلو هي فيك نيوز هطلع يس، لو هي نوت فيك نيوز هطلع نو. فانا البريدكشن بتاعي الواي كاب طلعت ب 0.8. فلما هاجي ابلاي انا هي اكشلي فعلا فيك نيوز. فلما هاجي ابلاي الترم ده كله هيروح لان انا الواي عندي ب1 او بيس، فالترم ده كله هيروح. تمام. وهيفضل لي الترم ده، الترم ده هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي ان دي ب1 خلاص. لوج 0.8 هيطلع برقم نيجاتيف، نيجاتيف في نيجاتيف هيطلع رقم بوزيتيف. بس كده. ماشي طيب. احنا لو خدنا، لو احنا كان عندنا باينري كلاسيفيكيشن، طب لو عندي مالتي كلاس كلاسيفيكيشن، لو عندي مالتي كلاس كلاسيفيكيشن نفس الكونسبت بالظبط. هيبقى عندي سميشن من الاي بيكوال 1 لغايه ان، بس ممكن اقسم على 1 اوفر ان وممكن ما اقسمش، دي حاجه ترجع ليا على حسب عايز اللوس بتاعي كبير ولا لا. فاعمل ابديت بفاليوز كبيره. احنا اتفقنا ان اللوس ده بيرفلكت في الابديت في البارامترز، ده هنشوفه قدام لما ناخد الجريدينت ديسنت. بعد كده سميشن على كل الكلاسز. لو انا عندي مثلا كات ودوج ورابت، مثلا دوج ورابت ودك وكات مثلا، فهنا الكي هتبقى بفور او هنا هتبقى مثلا ب3. فساعتها هعمل سميشن واي اي مضروبة في لوج الواي اي. بس ناخد بالنا لوج الواي اي كي وواي اي كي ليه؟ واي اي ده بيبريزنت الايه؟ السنجل داتا اليمنت، اللي هو الاكزامبل ده بتريبريزنت اكزامبل واحد من الداتا سيت بتاعتي. والكي هي الفاليو بتاعت الكلاس دوت في الاكزامبل دوت. فلو انا عندي الكي هنا بزيرو فالفاليو بتاعت واي اي، فالمفروض مثلا كلهم يبقوا مثلا بزيروز ما عدا واحد. يعني لو الاكس هو كلاس كي، فساعتها الواي اي كي تبقى بواحد، وهتبقى بزيرو في الباقي. فاكشلي هما مثلا لو أربعة، لو هما أربعة فعلا، فكل الترمات هتتكنسل. يعني كل الترمات اللي جاية من السمشن الانترنال ده هتتكنسل، ما عدا ترم واحد بس اللي هو الواي اي كي بتاعه بزيرو. ماشي. فاسيومنج ان هو دك مثلا، فالواي اي 2 مثلا يبقى دي 0، دي 1، دي 2، ده الترتيب بتاعهم. فواي اي 2 هي بس اللي ب 1، فساعتها هيبقى ب 1. بعد كده لوج واي كاب اي 2 اللي هي تبقى 0.7، ويبقى ده اللوس بتاعنا. وما ننساش النيجاتيف 1 اللي بره. طيب حلو جدا.
احنا كده اخدنا في السيشن ديت انواع الاكتيفيشن فانكشنز، دول مش كل انواع بس دول اشهرهم. اخدنا انواع اللوسز بيزد على نوع الموديل او نوع البروبلم اللي عندنا، هي linear regression يعني range of values، ولا logistic regression او binary classification. يعني عندي كلاس او تو كلاسز، يا اما يس او نو، يا اما مثلا كات اند دوج، يا اما ميل اند فيميل حاجه زي كده. يا اما عندنا زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت مالتي كلاس كلاسيفيكيشن، فساعتها عندنا مالتيبل اوتبوت نودز كل واحده بتريبريزنت كلاس. واخدنا انواع الاكتيفيشن فانكشن سواء الساين اللي هي يا اما من الفاليو بتاعتها يا اما 0 يا اما 1 كانها عامله زي الستيب، يا اما السيجمويد اللي هي شبه الساين بس بتطلع سموذلي، يا اما التنش اللي هي شبه السيجمويد بس بتطلع مش من 0 ل 1، من نيجاتيف 1 ل 1. يا اما خدنا السوفت ماكس اللي هي بتستخدم في المالتي كلاس كلاسيفيكيشن. هناخد السيشنز اللي جايه الجريدينت ديسنت، وهنبتدي بعد كده نعمل practical examples and projects based على كل اللي احنا خدناه theoretical. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.